السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كيفاش زرعت الخرقوم وسكينجبير وعشبة الليمون او السيترونيل. حتى هي شريتها باش نستعملها ولقيتها خرجت الجذور، وفعلا زدت لها شويه الماء وخرجت تبارك الله جذور اخرين، وقلت علاش ما نزرعهاش. كنختاروا التربه اللي تكون منفسه مزيان، ما نستعملوش التربه الطينيه، ضروري نستعملوا بحال هذا النوع ديال التربه. انا غنزرعهم في داخل البيت الزجاجي لان الجو عندنا باقي بارد بزاف. الا كنتوا في منطقه دافيه ممكن تزرعوا مباشرة في الأرض أو مباشرة في الخارج. اختاريت سكينجبير والخرقوم اللي شفتهم مخرجين نباتة بحال هذا الشكل. دابا هادو غادي نزرعهم، ولكن بالنسبة للسكينجبير قطعته على هذا الشكل وما غاديش نزرعو دابا حتى ينشف من هاد المنطقة هادي. شفتوا هاد المنطقة اللي قطعته منها، إلا زرعتو دابا ممكن أنه يتعفن ويخسر. غادي نخليه واحد المدة ديال يومين 3 أيام حتى ينشف بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوه هنا، نشف ويبس من المنطقة اللي مقطوع منها. عاد غادي نزرعو إن شاء الله. صافي خليته باش يبس وبديت بالخرقوم. غادي ناخذ كيف ما قلت لكم تربه تكون مفتته مزيان، ما تكونش طينيه، وغادي نحطهم على هذا الشكل هذا يكونوا مفرقين شويه، ومن بعد غنغطيهم بالتربه. نديروا غير الكميه اللي تغطيهم، ما نكثروش التربه من الفوق. ومن بعد كيف ما كنقول نسقيهم مزيان مزيان مزيان. ضروري نغرقوهم بالماء باش نعطيو لهم الماء الكافي اللي غيعاونهم على التنبيت. ودائما كنماركيو اي حاجه زرعناها، اي حاجه زرعناها كنكتبوا عليها الاسم. بالنسبه للسيترونيل كان يخص عليا انني نقطعها، ولكن ما كانش عندي مقص، صافي زرعتها بحال هكاك طويله. كنديروا واحد الحفيره وكنزرعوها، وكنحاولوا اننا نضغطوا على التراب مزيان باش تزير، وكنعاودوا نغرقوها مزيان بالماء. ودائما كنحطوا علامه على شنو زرعنا في هذه البلاصه. من بعد واحد يومين 3 ايام رجعت للسكينجبير ولقيته فعلا نشف من المنطقه اللي قطعته منها. صافي دابا واجد غادي ندير ليه نفس العمليه. غادي نستعمل التربه اللي تكون مفتته، وغادي نحطو على هذا الشكل يكونوا مبعدين شويه، وكنغطيه بالكميه الكافيه من التربه. ومن بعد كيف ما العاده كنسقيه مزيان مزيان، كنغرقو بالماء. وكيف ما قلت لكم انا زرعته في البيت الزجاجي وما غاديش نخرجو حتى الماء ان شاء الله. وبالنسبه لجني الثمار راه ما كيكون حتى لاكتوبر. السلام عليكم.